النسر الأهلاوي يحلق في سماء جدة بالبرونزية الرابعة في تاريخه لكأس العالم للأندية. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل تهويشة. شكرا لكل اخواتي وحبايبي اللي بتسيب لي رأيهم في كومنتات. انا بحبكم جدا جدا جدا. تعال نخش في الموضوع، بس قبل ما ندخل في الموضوع على طول نصلي. نبدأ الحلقة بتاعتنا بالصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد. البرونزية أهلاوية العنوان الرئيسي لحلقة النهاردة. تعالى هكلمك عن شوية حاجات حصلت في الماتش. انا هكلمك دلوقتي عن الماتش وعن كأس العالم، وبعد كده هاخدك في حلقة معايا مثيرة جدا. بص، مثيرة فوق ما تتخيل. كمية معلومات رهيبة عن نظام، زي ما وعدتك امبارح، عن نظام كأس العالم الجديد للأندية، وعن يا رب اللهم صل على سيدنا محمد. ليه الدوري واقف وليه الايقاف الدوري، ومنتخبنا هيلعب امتى، والفيفا عمل ايه، واتحاد الكرة بتاعنا فيه ايه. تفاصيل كبيرة جدا وازمات اتحلت لنادي الزمالك. والنهارده الحلقة ما شاء الله وردي. الاهلي وشه حلو على الكل. عايز اعلق عن حاجتين في ماتش النادي الاهلي. ايه هما؟ علي معلول رغم انه عمل ماتش عالمي جدا، صوب تصويبه دخلت جون بهدف، غيرت اتجاهها ودخلت جون بهدف عكسي، وحط فاول في منتهى الجمال. ولكن علي معلول دايما بيغلط الغلطة دي، ان هو ما بيقدرش يشتت الكورة. اذا انا كمدير فني او انا كفرقة عارف ان اللعيب بتاعي ده مميز، ولكن في التشتيت علي معلول ضعيف، فمن الواجب ان انا اغطيه. طب الحمد لله شتت علي معلول التشتيته غلط وجت جون، وده كان السبب في الجون الاول لنادي اوراوا ريد الياباني. تعال الجون الثاني بضربه الجزاء. ضربة جزاء فيها شك، ولكن هي من وجهة نظري صحيحة. وطبعا طلع كابتن جهاد جريشة أكد على إن هي صحيحة، لأن هي، أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا وأنت كمشجع أهلاوي نقول إحنا لو شلنا إيد محمد هاني هتبقى الكرة تخبط في جسمه، فايده ايه في نفس حيز جسمه، ولكن ايده كانت كده فحيز جسمه بقى كبير. ده القانون اللي بينص على ضربة الجزاء او لمسة اليد من المدافع داخل منطقة الجزاء. لو ايدك كبرت جسمك فده بيتحسب ضربة جزاء ايا كانت ايدك اتجاهها فين. والحمد لله دخلت، يعني الحمد لله عدت ودخلت الجون الثاني من ضربة جزاء في الشناوي. ولكن انا عايز اقول لك على حاجة. الشناوي استعجل في ردة الفعل. الشناوي لو كان بدى فرصة للاعب اللي قدامه انه يروح على الكورة براحته، كان الشناوي ماسك الكورة ما كانتش جامدة، ما كانتش قوية، ما كانتش محطوطة بطريقة مميزة. الكورة اتحطت في نص الجون عادية جدا، عادية جدا. لو انت اتفرجتش على الماتش يعني، الكورة ضربة الجزاء اللي شاطت فينا عادية جدا. ضربة الجزاء اللي معلول ضيعها غريبة شوية. غريبة ليه؟ علي معلول مميز جدا بضربات الجزاء. علي معلول النهارده شاط الكوره وحشه وبطيئه وضعيفه وكل حاجه، ولكن الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب 4-2. نادي الاهلي النهارده كان مميز جدا. كان في بعض الاخطاء، في بعض الميس باص، الهجمات يعني انا في هجمه في اخر الماتش كانت هتغلطني، كانت هتجيب لي جلطه. رايحين 4-2 من ضمنهم الحارس. انا ما استفدتش بالهجمه دي، لا ده انا لفيت ولعبت الكره تاني لورا. انت متخيل؟ النادي الاهلي حتما وباتمان يا مستر كولر نركز ازاي نقدر نعمل هجمه مرتده صحيح، ازاي نقدر نستغل الهجمات المرتده، لان الهجمات المرتده هي سلاح قوي لكل الفرق. انت تقدر ان انت تمشي رتم المباراه على مزاجك. عايز اقول لك على حاجه. نادي ريال مدريد اعظم نادي في التاريخ من وجهه نظري، من سواء ارقام وتحقيق بطولات ولاعيبه وانجازات، فرقه منظمه، فرقه جميله جدا. احيانا ريال مدريد عارف ان انت فرقه بتحب الكوره، فانا هسيب لك الكوره. شبه ما عمل مع الاهلي. فاكرين في كاس العالم عمل مع الاهلي، ساب للاهلي الكوره وريال مدريد قام جاي خطفك في مرتدين دي
على طول هو عارف ان انا هخطفك، هو عارف ان انا هسيب لك الكوره عشان تهجم عليا وتضغط عليا في الوقت اللي انا هقف فيه كويس في نص ملعبي. بالتالي انت هتفتح ملعبك، هتديني مساحه ان انا اقدر اعمل هجمات مرتده واستفيد بالسرعات اللي عندي في فرقتي. وانت عندك لعيبه في فرقتك سريعه، عندك كريم فؤاد النهارده شفناه الله اكبر عليه نفاسه. كريم فؤاد، عندك طاهر سريع، طاهر بدأ يرجع لمستواه اللي احنا كلنا عارفينه، وطبعا دي حاجه كويسه جدا. عندك بيرسي تاو سريع، عندك حسين الشحات سريع، عندك كهربا سريع، عندك سرعات انت تقدر تستغلها. كوكا، على قد ما كوكا كان حلو قوي الماتش ده، ولكن كوكا النهارده عمل ميس باص في نص الملعب غريب غريب. انت هو تقريبا بتاع المرتده ده، هو بتاع المرتده ده. انت حلو وجريت ورحت والدنيا جميله معاك، باصي صح يا كوكا، انت بصيتها في رجل المدافع الوحيد اللي معاك في الهجمه. انت معايا متخيل؟ ولكن مش عايز الفرحه تسيطر عليك، عايز اقول لك رقم سلبي للنادي الاهلي. ايه هو؟ يمكن محدش هيقول لك عليه غيري، وهو كأس عالم للأندية للنادي الأهلي بدون شباك نظيفة. دخل فيه الجون في ماتش الاتحاد، دخل فيه الجونين في ماتش الفلومينينسي، دخل فيه الجونين في ماتش اوراوا، يعني 5 أهداف دخلوا فيك. ولكن في رقم ايجابي حلو قوي، ان انت حطيت 7 اهداف في البطوله، 3 في الاتحاد و4 في اوراوا، 7 اهداف بس مقابل دخل فيك 5. رقم كبير جدا على اسمك محمد الشناوي. رقم كبير كبير قوي في ادائك يا شناوي، ان انت الفتره دي حاليا انت بتعمل حاجات يعني مش بتاعتك يا شناوي. حتى التاكلينج اللي انت طلعت على النهارده اللعيب، انت عملت التاكلينج غلط. تاكلينج، طلعت الكرة في الاوت وانت كنت تقدر تطلع الكرة في الاوت برضو بس في نص الملعب، انما انت طلعت الكرة في الاوت في ال 18. فانت بالتالي يعتبر ما عملتش حاجه، لان ممكن الاوت اللي في ال 18 يتلعب اوت طويل يتحط جون بالهيد فتبقى هجمه خطيره كانه شبه الركنيه بالظبط. في لعيبه كتيره قوي بتعرف تعمل الحركه دي. انسحاب الاهلي من كأس رابطة الأندية. ليه الأهلي انسحب من كأس رابطة الأندية؟ لأن كالعادة كالمعتاد النادي الأهلي حب إنه يلعب بالناشئين، ولكن كولر قال لك أنا ما عنديش وقت، والخطيب بنفسه درس الموضوع، والموضوع كان دراسة للنادي ككل. وإن الخطيب نفسه شاف إن إدارة النادي الأهلي، قصدي سوري، كجهاز فني للنادي الأهلي نفسه تعب. النادي الاهلي النهارده كان بيلعب برونزي، بيلعب على تحديد المركز الثالث والرابع لكاس عالم انديه، وهو كمان 5 ايام عنده السوبر المصري في الامارات. انت متخيل الاهلي بيلعب مدعوك فين؟ دي حاجه. طب نادي الاهلي طلب تاجيل موعد السوبر المصري ل 24 ساعه. ايه السبب يا عم محمد؟ هقول لك ايه السبب. السبب ان عقبال ما النادي الاهلي النهارده هيستلم، انا دلوقتي بسجل لك وبالظبط فاضل نص ساعه وماتش السيتي يبدا، فالاهلي النهارده هيستلم جايزه، هيستلم البرونزيه بعد النهائي، كلنا عارفين الكلام ده. هيستلم بعد النهائي، فبالتالي الاهلي هيقضي النهارده الليله في السعوديه، وهي تقريبا اخدين اجازه وهيطلعوا على الامارات. طب هيطلعوا على الامارات، هيبقى فاضل بعد وصول البعثه بتاعت النادي الاهلي في الامارات هيبقى فاضل 24 ساعه على الماتش. فالنادي الاهلي سوري عفوا، فالنادي الاهلي عايز يزود 24 ساعه كمان عشان يبقى في فرق 48 ساعه بين وصول البعثه والماتش الاول في السوبر. ده السبب الوحيد لطلب النادي الاهلي للتاجيل. وعايز اقول لك على حاجه، لحد دلوقتي حالا وانا بكلمك كده النادي الاهلي ما خدش رد حاسم على الطلب ده. سريعا هقول لك معلومتين صغيرين قبل ما اخش لك على نادي الزمالك اللي مليان معلومات مفرحه ونوعا ما يعني لجماهير نادي الزمالك. تعالى عايز اقول لك على حاجه، وهي المنتخب بتاعنا هيلعب مباراه وديه يوم 7 يناير، هتبقى اخر مباراه هيلعبها المنتخب قبل بطوله افريقيا. كل الدعم لمنتخبنا الوطني، وان شاء الله هتكون مباراه قويه قبل افتتاح البطوله. وبالمناسبه هتكون مع تنزانيا، ان شاء الله يبقى ماتش جامد ويقدر المنتخب يستفيد من المباراه الوديه. المباراه الوديه ما بتفرقش معاك سواء تكسب او تخسر، هو بيفرق معاك ان انت في حاجات
او في تعليمات انت بتحاول تنفذها في التدريب، فانت عايز ان انت تنفذها على ارض الواقع في ماتش ودي، فبالتالي مش فارق معاك ان انت تكسب او تخسر قد ما يبقى فارق معاك ان انت كنادي او كفريق تستفيد من الودية. ان شاء الله منتخبنا الوطني يستفيد من الودية، وانديتنا المصرية تستفيد من الوقف الدولي. اتوقع بعد الوقف الدولي ده وجه مرعب للنادي الاهلي. هتقول لي اشمعنى يا عم النادي الاهلي؟ ما الزمالك برضه هيبقى عمل صفقات ومش عارف ايه والفرقه تبقى عملت صفقات في يناير. بس انا عايز اقول لك على حاجه، انت النادي الاهلي في صفقات اتعملت ما لعبتش، في ناس نزلت مع النادي الاهلي ما شاركتش. فانا اتوقع الوقف الدولي ده اللي هيكون حوالي 52 يوم، سوري حوالي 32 يوم، او يا 32 يا 52، انا مش فاكر الرقم كويس. عايز اقول لك ان هي فتره كبيره جدا، فتره كانها فتره اعداد كامله للانديه المصريه والانديه العالم كلها. نتمنى عوده النادي الاهلي بعد الوقف ده بوجه مرعب، لان رغم حصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه، بس هو مش الوجه المرعب. مش ده الاهلي اللي احنا عارفينه، مش ده الاهلي اللي احنا عارفينه. كان يوصل نهائي النسخه دي. نظام كاس العالم 2025 ده اللي انا وعدك بيه هقوله لك النهارده، وهقوله لك بالتفاصيل. تعال اقول لك على كارثه في الكره المغربيه. ايه هي؟ هقول لك يا عم. في نادي ماشي ما شاء الله على رتم كويس قوي 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 قوي، وبينافس بشكل شرس قوي 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 قوي. هتقول لي مين ده يا عم؟ هقول لك يا عم ده طلع النادي الاهلي في بطولة افريقيا 2022، فيجي النادي الاهلي يرجع تاني وياخد منه البطولة. هتقول لي يا عم انجز قول لنا مين؟ هقول لك الوداد. ماله يا عم الوداد؟ الوداد رئيس النادي سعيد النصيري يسجن بتهمة الاتجار في المخدرات. انت متخيل لما تكون نادي كويس حلو ويحصل لك ازمه كبيره زي دي؟ ومش ازمه عاديه، ده انت رئيس النادي بتاعك اتسجن علشان هو بيتاجر في المخدرات. انت متخيل؟ فانت تعالى اقول لك على حاجه. طب الازمه دي اللي هتبقى موجوده في اداره النادي بالتالي هتسمع في اللعيبه وهتسمع في كل اللعيبه للنادي ده، سواء كانت بطولات، سواء كانت لعبه الكوره او سله او تمام. هيأثر جدا. انت متخيل ان رئيس النادي اللي انا مثلا انا كلاعب كوره او كاي لعيب عامه بيشارك في اي رياضه في النادي، بحب رئيس النادي بتاعي مثلا، وفي الاخر اكتشف ان رئيس النادي بتاعي تاجر مخدرات. انا مثلا كلاعب كوره او كلاعب، صدمتي في رئيس النادي بتاعي عامله ازاي؟ طيب يا عم الحاج صحافه المغرب هتتكلم عن النادي بتاعك ازاي بسببك؟ طيب يا عم الحاج الاتحاد الكرة عندك هيتعامل معاك، هيتعامل مع النادي بتاعك ازاي بسببك؟ ده مش بعيد اتحاد الكرة بتاعك يخصم او يحرم النادي بتاعك من حاجات تانية، من مشاركات بسببك، عشان خاطر انت فكرت في نفسك بس. انما ده مش موضوعنا. كل الدعم لاخواتنا المغاربه، ان شاء الله يعني ازمه بتاعتكم تعدي على خير. قبل ما نروح لنادي الزمالك تعالى اقول لك نظام كاس العالم. بص يا سيدي، نظام كاس العالم 2025 يقال ان في نسخه تانية لكاس العالم اخيره هتكون 24 اللي هي السنه الجايه، وفي نفس الوقت يقول لا ان دي النسخه دي اخر نسخه. بس انا معلوماتي اللي عندي انا ان النسخه دي اخر نسخه، والله اعلم هل معلوماتي صحيحه او فيها مغالطه، ولكن انا بقول لك ان النسخه دي اللي كان الاهلي بيلعب فيها او النسخه اللي شغاله حاليا دي اخر نسخه بالنظام ده لكاس العالم للانديه. طب ايه يا عم اللي هيحصل 2025؟ هقول لك. 2025 هيشارك فيها 32 فريق، ده رقم واحد. رقم اتنين هيتعمل في امريكا. رقم تلاتة هيبقى خلف القواعد وخلف كل حاجة، وهيتلعب في الصيف مش في الشتاء. طيب هل هيتلعب في الصيف عشان معدلات الحرارة في امريكا مش عالية، ولا هيبقى ده ميعاده الثابت والدائم انه دايما هيكون في الصيف؟ ادي حاجة. رابع حاجة، كاس عالم انديه هيبقى كل 4 سنين، وهيبقى قبل او بعد كاس العالم
للمنتخبات بسنه. يعني بمعنى كاس العالم هيتعمل 2025 صح كده، 2026 في كاس عالم منتخبات. طيب كاس العالم هيتعمل بعدها باربع سنين، هيبقى 2029، هيبقى بعدها 2030 في كاس عالم للمنتخبات برضه. فانت متخيل الضغط هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى في 2 كاس عالم لكل الناس في خلال سنتين ورا بعض، فانت هتتفرج على متعه كرويه في سنتين. يعني انا السنه دي هتفرج على كاس عالم للانديه، هصبر شويه السنه الجايه هتفرج على كاس عالم للمنتخبات. فعليا حلو جدا، نظام جميل بالنسبه للمشاهد والمشجع. طب يا عم دخلنا بقى في التفاصيل يا عم، مين هيشارك والناس هتشارك ازاي؟ هقول لك. مين هيشارك؟ 12 فرقة من أوروبا. مين هيشارك؟ 6 فرق من أمريكا الجنوبية، و4 فرق لكل قارة متبقية. يعني إيه كل قارة متبقية؟ يعني أمريكا الشمالية 4 فرق، أفريقيا 4 فرق، أستراليا 4 فرق، آسيا 4 فرق. إذا كل قارة يخش منها 4 فرق ما عدا أوروبا وأمريكا الجنوبية اللي هي أمريكا اللاتينية بتاعت البرازيل والأرجنتين. تمام. طب كده يا عم هيبقى ناقص فرقه، ايه هي؟ هتبقى الفرقه بتاعت الدوله المستضيفه. اذا الدوله المستضيفه امريكا السنه اللي جايه، عشان بس الموضوع هيكون مختلف، هيشارك منها 5 فرق. ليش معنى 5 فرق يا عم الحاج؟ علشان الفرقه المستضيفه من امريكا اللي هي امريكا عفوا، اللي هي امريكا الشماليه. حلو كده. فالسنه الجايه هيستضيف امريكا الشماليه، هتستضيف 5 فرق منها 4 اساسيين عشان دي المقاعد الاساسيه، والمقعد الخامس بتاع الدوله المستضيفه اللي هي الولايات المتحده. طب ازاي يا عم الناس دي هتشارك؟ هقول لك. 12 فرقه من اوروبا، انا مش عارف هم هيحكموها او هيحسبوها على حسب ايه، لان هم فعليا مش قايلين انا ازاي هقيمك او ازاي هصنفك في المشاركه، ولكن هم محددين. مثلا تعالى نروح بس ايه للساهل، نروح للقارات اللي هيتاخد منها 4 فرق. ايه اللي هيحصل؟ انت قدامك 4 سنين، هياخد بطل هياخد بطل اخر 3 سنين، هياخد بطل اخر 3 سنين. حلو الكلام. طيب كده يا عم في واحد رابع، قال لك الرابع ده هيتاخد على حسب التصنيف الدولي للفيفا. طب يا عم الحاج انت هتصنف الفرقه ازاي؟ طب ثواني هيجي لي واحد زملكاوي دلوقتي يقول لي يعني يا محمد لو الزمالك خد الكونفدراليه يلعب في كاس عالم للانديه 25، هقول لك لا، لان الفيفا قالت للزمالك انك مش هتشارك. اذا على اي اساس انت بتقيم الانديه؟ على اي اساس انت بتقيم الانديه؟ ما واحد زي الزمالك لو خد البطوله، ما خد بطوله قاريه اهو. هنشوف، اكيد هيطلع معلومات جديده مع الوقت، وهنشوف التفاصيل اللازمه. كده انت عرفت مين هيشارك ومين مش هيشارك، والتصنيف هيبقى عامل ازاي، والترتيب عامل ازاي. بس في حاجه عايز اقولها لك، ان كاس العالم هيبقى عباره عن 8 مجاميع. كل مجموعه هيكون فيها 4 فرق، كل فرقه هتلعب 3 ماتشات في المجموعات، وهيتاهل منهم اول 2. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، متعودين عليه في كاس العالم للمنتخبات. وهتلعب بعد كده ربع النهائي اللي هو دور 16، دور 8، دور 4، النهائي. عايز اقول لك على حاجه، ان هيكون المباريات من مباراه واحده فقط، اقصائيه 90 دقيقه. يعني دور ال 16 هيكون مماثل البطوله مماثله طبقا للاصل لكأس العالم للمنتخبات، ولكن كأس العالم للمنتخبات النسخة اللي جاية هيكون 42 فرقة مش 32 زائد 10 فرق. هتبقى كل مجموعة فيها 5 فرق تقريبا، أو هيزودوا مجموعتين تانيين في البطولة. هنعرف التفاصيل بالظبط واكيد هقول لك عليها. تعالى بقى نروح لنادي الزمالك. بس ثواني كده هقول لك على حاجة. نادي الزمالك عمل 2 حل حلو وواحدة لعيبة. ايه يا عم ايه؟ مش فاهم يعني ايه 2 حل. هقول لك. الزمالك حل أزمة فتوح وحل أزمة القيد. هوب تعالى بس، تعالى انت رايح فين يا محمد؟ انت هتكروتني. حليتوا أزمة فتوح ازاي؟ هقول لك يا عم. بس قبل ما اقول لك على أزمة فتوح، خليني اقول لك ازاي حلينا أزمة القيد. نادي الزمالك توصل مع سبورتنج لشبونة على نظام لدفع الغرامة على نادي الزمالك. انا عايز اقول لك على حاجة، انا بجد شابوه لإدارة نادي الزمالك الجديدة. سبورتنج لشبونة دي مشكلتها داخلة فوق ال5-6 سنين. انت متخيل؟ وعايز اقول لك على حاجة، ده رقم والله العظيم 3 رقم تعبان، بتاع 300,000 ولا 200,000 دولار، مش ياما. حلو. ولكن نادي الزمالك توصل ان هو هيدفع جزء
لسبورتنج لشبونه في الوقت الحالي، وجزء تاني مع مرور الوقت، ولكن ما قالوش مثلا لاخر الموسم او لاخر مش عارف ايه. الناس خلوا البساط احمدي بينهم ومن بعضيهم، واتفقوا على ميعاد برضو بينهم، وما قالوش على الصحافه. اذا نادي الزمالك يحل ازمه القيد في شهر يناير. يعني يا محمد بالله عليك، الزمالك هيعرف يجيب لعيبه جديده في شهر يناير؟ ايوه، الزمالك هيدعم صفوفه في شهر يناير. تعالى بس اقول لك على حاجه، في مقابل ان الزمالك هيدعم صفوفه، الزمالك هيتخلى عن 3 لعيبه داخل الزمالك. مين هم؟ سيف الدين الجزيري، ابراهيم انضاي، سامسون اكينولا. ايه ده؟ مش ملاحظ حاجه؟ ايه هي؟ ان ال3 دول اجانب. يعني ايه؟ يعني ال3 دول هيمشوا من الزمالك عشان الزمالك يجيب مكانهم 3 اجانب. إذا الزمالك يفضي مقاعد للمحترفين الأجانب داخل النادي. الزمالك في أول أولوياته علشان يبدأ الميركاتو في شهر 1 مهاجم قوي أجنبي. أول أولوياته الزمالك عامل لنفسه كذا ملف، من ضمنهم أول ملف حل أزمة القيد، تاني ملف تاني ملف المدرب الأجنبي للاستفادة من ال 52 يوم اللي قلت لك عليهم فوق بتاعة الوقف الدولي. الزمالك عايز يعمل لنفسه معسكر في الوقت ده يستفيد منه، ودي احسن حاجة لإدارة نادي الزمالك تعملها، في المقابل ان الزمالك في شهر يناير هيلعب بطولة ودية في الامارات. حاجة جميلة والله. الزمالك هل هيستفاد من الموضوع ده؟ طب يا زمالك، نتمنى منك ومن ادارتك ان انت تلعب البطولة دي مش عشان المنافسة، ما تنافس، لان هي كده كده بطوله وديه مش هتستفاد منها انت بحاجه، ولكن استفيد منها من الاعداد لصفوف اللاعبين بتوعك. استفيد ان انت هتجيب لعيبه جديده وهتمشي لعيبه وهتعمل ميكس جديد، فاستفيد من البطوله الوديه تكتيكيا ومعنويا وليس ماديا واحراز للالقاب، لان بالتالي انت مش هتستفاد منها بحاجه. ما هياش بطولة يعني سبع مثلا افريقيا ولا كاس مصر ولا لا يا عم، دي حيالله بطولة ودية بس. هي بين دولتين، ولكن هي ودية، مش حوار، مش مش هتستفيد انت بتاريخك فيها بحاجة، لكن هتستفيد ان انت تقدر ان انت تفوق فرقتك لان ترجع تنافس على الدوري اللي انت ما بقتش موجود فيه اصلا في اول 6 مراكز. نروح لحاجة حلوة وعايز اقول لك عليها، علشان خاطر اليومين اللي فاتوا دول مروان حمدي عامل قلق. يا عم ماله مروان حمدي نادي المصري بقى عرضه للبيع، فقام جاي بقى ايه الصفحات على النت وبتاع، الزمالك يتفاوض مع مروان حمدي، الاهلي يتفاوض مع مروان حمدي، وتحس ان وكيل اعماله مظبط الناس دي علشان اللاعب يروج اعلاميا. اللي بيحصل ده هو ترويج لمروان حمدي اعلاميا. نادي الزمالك صريحة نحن لم نفاوض مروان حمدي للانضمام لصفوف نادي الزمالك، وكل ما هو على السوشيال ميديا هي بعضا من الاكاذيب. يعني يا عم الحاج، امبارح يطلع الزمالك يقول لك كده، من يومين الاهلي يطلع يقول لك كده. اذا اللي بيحصل مع مروان حمدي هو ترويج اعلاميا للاعب، مش لاقي وكيل اعماله، مش لاقي حد يشتريه. وانا عايز اقول لك على حاجه، يعني مروان حمدي مش المهاجم اللي الزمالك هيجيبه يفوق نفسه بيه، عشان هو الزمالك محتاج مهاجم. والصراحه المشرحه مش ناقصه قتله في الاهلي، عشان ابقى معاك واضح، المشرحه في الاهلي متدغدغه. نروح لحاجه بقى مهمه جدا جدا جدا، ايه هي؟ نادي الزمالك على راداره بعض من المدربين الاجانب اللي سيفيهاتهم كويسه قوي، كذا واحد. هما مين؟ مش هقول لك. طب ليه يا عم مش هتقول لي؟ اصلك انا ما بحبش اطلع اقول لك حاجه انا مش متاكد منها 100%. ليه؟ عشان حضرتك حبيبي واخويا وبتتفرج عليا ومتابعني وبتشجعني وواقف جنبي، ما يهمني قد ايه لما تسمعني وتنزل تقعد تتكلم مع صحابك في شويه كوره، محدش يقول عليك ان انت بتحور او ان انت بتكذب. لا يا عم، تكون اخد مني المعلومه صحيحه 100%. ولكن اول ما الزمالك
يعلن عن مدربه الجديد هتلاقيني جاي لك وعامل لك عنه حلقه تفصيليه بالسي في بتاعه بالدنيا بتاعته، الراجل ده لعب فين، ارقامه ايه، دنيته ايه، اسلوب لعبه ايه، كل سلطاته ببابا غنوجه هطلع لك اقول لك عنه التفاصيل الممله كلها. هقفل لك الحلقه بقى بخبر حبيت ان انا اجله لك في الاخر. ايه هو ان اداره النادي الاهلي، انا كده بعدت، بعدت عن الزمالك خالص. اداره النادي الاهلي تتفق جميعا على رحيل موديست في شهر يناير. ليه بقى؟ ليه؟ لان عشان هو لعيب جامد الصراحه. ما هو انت ايه السؤال الغريب اللي انت بتساله لي ده؟ بس انا هقول لك ليه يا عم. النادي الاهلي عايز يمشي موديست علشان يخلي مقعد لمهاجم اجنبي جديد، ولكن في عقبة وحيدة في اتخاذ هذا القرار. ايه هو؟ ان كولر متمسك ومقتنع باللاعب بنسبة كبيرة. طيب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل كالآتي: ان ادارة النادي الاهلي قدامها بالظبط النهارده كام؟ النهارده 22، قدامها بالظبط 9 ايام ويبدأ الميركاتو. حلو؟ طب ادارة النادي الاهلي كمان 5 ايام هتبدأ تلعب في بطولة السوبر المصري. ايه اللي هيحصل؟ بمجرد عودة بعثة النادي الاهلي من الامارات سوف يعقد جلسة لاتمام جاهزية النادي الاهلي في بدء الميركاتو الشتوي. ودي المرحلة الثانية اللي النادي الاهلي مجدولهم. النادي الاهلي كان مجدول مرحلتين، مرحلة اولى ومرحلة ثانية، وان شاء الله تكون المرحلة الثانية اقوى من المرحلة الاولى، ونقدر ان احنا نستفيد ونجيب مدافع. ضحكت عليك، مش هنجيب مهاجم عشان اهم حاجه حاليا محتاجينه مدافع فعليا. والله هات مدافع. جبت مدافع، مشي موديست، هات مكانه مهاجم بقى. خلصت كده باذن الله. عايز اقول لك على حاجه، ان شاء الله بكره السبت في الغالب، يعني في الغالب ان احنا مش هنصور سبت وتلات. هتقول لي ليه يا عم؟ هقول لك انا لما انا بصور سبت وتلات الحلقه بتنزل متاخر، فبالتالي انت ما بتشوفهاش. حلو؟ فانا بدل ما انزل لك حلقه وانت ما تشوفهاش اصلا، حلو، لا يا عم انا هاجز لك سبت وتلات، لان السبت والتلات دول انا بيكون عندي فيهم كورس. بصراحه انا بكون معاك صريح اهو، بيكون عندي فيهم كورس فبخلصه متاخر، فبالتالي ما بقدرش اصور الصبح بدري، لان حضرتك النور عندنا بيقطع. قصه حزينه. النور عندنا بيقطع ساعتين في نص اليوم، في الوقت اللي انا بكون قادر اصور لك فيه، لان بالتالي انا مش هصور لك الساعه 1 و2 الظهر، انا مش هلحق اجيب لك خبر انت تسمعه. فبالتالي سبت وثلاث احنا اجازه، ولكن هنبدا ان احنا ننزل لك حلقتنا كل يوم، وكمان هنغير موعدنا للتوقيت الشتوي عشان حضرتك دلوقتي بقت بتخلص شغل بدري وبتروح البيت بدري. انا الاول كنت معتمد ان انت بتروح لي بعد 12، فانت دلوقتي بقت بتروح لي بدري، فهتخليني اشتغل لك بدري وعيوني عشانك، عشان انت اخويا وحبيبي. بس اهم حاجه ما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه.